طول عمرنا بنسمع عن البراكين، بس عمرك سمعت عن براكين الطمي؟ وبما اني موجود النهارده في واحده من الدول دي، كان لازم نروح في مغامره علشان نتعرف على احد الظواهر الغريبه في اذربيجان. وبكده نكون رسميا وصلنا مدينه باكو عاصمه اذربيجان. براكين الطمي هنا بتعتبر واحدة من أغرب الحاجات اللي ممكن تشوفوها في العالم، وبتعتبر أذربيجان مشهورة جدا ببراكين الطمي. هنروح نشوف ايه الظاهرة العجيبة دي، الظاهرة الغريبة اللي موجودة بس في أذربيجان وبعض الدول التانية، ولكن العدد الأكبر من براكين الطمي دي موجود هنا في أذربيجان. أنا النهاردة قدام ظاهرة طبيعية غريبة، براكين من الطين ومعروفة منذ آلاف السنين. براكين الطمي بتستخدم كعلاج لأنها غنية بالأملاح المعدنية ومركبات عضوية كتيرة. وصلنا دلوقتي محطتنا التالية وهي حديقة جوبستان الوطنية. The modern story of this place begins about 90 years ago. واحدة بتعتبر هنا من أماكن موجودة في منظمة اليونسكو. When people here worked on sandpit, suddenly one of workers has found here rock picture. He wondered about origin of it. Scientists recommended to clean up this area from sand to research more. 15 years, people almost manually were cleaning this area from sand. In the end of 40 years, they found here more than 6,000 pictures of primitives who used to live here since 40,000 years ago. النار في أذربيجان ليها مكانة خاصة منذ آلاف السنين، تعتبر أحد رموزها سواء اقتصاديا أو سياحيا، ولذلك لقبت بأرض النار. وده لأن الشعوب اللي سكنتها قديما كانوا من أصحاب الديانة الهندوسية وعرفوا بتقديسهم للنار وعبادتها. ده غير أن أذربيجان بتعتبر أحد الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي، ومن أهم الظواهر الطبيعية الموجودة في شبه جزيرة أبشرون بالقرب من العاصمة هي نار داك، ومعناها جبل النار. إلى النار الأبدية، وهي نار أبدية مشتعلة منذ آلاف السنين، وبيرجع سبب اشتعال النار دي لتسرب الغاز الطبيعي من باطن الأرض. معبد النار بيعد أحد المعالم الفريدة في أذربيجان، موجود في واحد من أهم المزارات الموجودة في أذربيجان وهو معبد النار. معبد بيعود تاريخ بنائه ل 400 ألف سنة. المعبد ده بيعتبر من واحد من أهم معابد والمزارات الدينية هنا في أذربيجان، وتم استخدامه قديما كمكان للعبادة من قبل الإيرانيين والهنود من أصحاب الديانة الزرادشتية، واللي اشتهرت بعبادة النار وتقديسها. ويقال إن مكان النار هو مكان مقدس، وكانت بتخرج منه النار في 7 أماكن مختلفة، وبتعود النقوش الموجودة هناك للقرن ال17. لاكتشاف معبد النار الفاير تمبل. مغامرة فيديو النهاردة انتهت، ولكن الرحلة لسه منتهتش. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتابعني في رحلة جديدة لاستكشاف العالم.